شخصيات لازم ولا بد انك تكون عارف 3 منهم على الاقل. شايف الفولدر ده؟ شطور، اضغط عليه كده. هم دول: محمد جودة، صبري كامل، محمد اوتاكا، والعياذ بالله والعياذ بالله طبعا هدير عبد الرازق. ثم يترأسهم البيج بوس المزيد، اقدم واحد فيهم كلهم، البي ديدي. وانا مش بقول لك اساميهم عشان احفظهم لك، انا بس عايز منك اجابه، ايه هو العامل المشترك بينهم كلهم؟ انهم كلهم ولاد 60 كلب متحرشين بالاطفال. غلط. بعدين انت غبي، ما هو مكتوب في عنوان الفيديو. بطل حلقتنا النهارده ذو السمعه السيئه وشكله اللي ما يديش خالص انه بيستخدم للحكي ميكي، زيت جونسون. هنعرف في الحلقه دي ايه الشركه اللي بتصنع الشيء ده، ومين هو صاحب الفكره اساسا، وهل نيته كانت صناعه زيت للاطفال ولا صناعه زيت عشان الاطفال. وفي الاخر انا وانت لازم نعرف ازاي الكائن ده خرج من السجن. على عكس تفكيرك فمش واحد بس اللي اسس الشركه دي، 3 اخوات: روبرت وود جونسون، جيمس وود جونسون، ادوارد ميت جونسون. وكان استنتج ليه الزيت ده اتسمى جونسون. المهم ان الشركه اتاسست في 1886 مدينه كده اسمها نيو برونزيل. وطبعا مش هحكي لك قصه نجاح الشركه عشان عايز ادخل لك في الموضوع على طول، بس من الاخر يعني هي نجحت. الشركه على عكس توقعي المره دي فهي ليها اكتر من خط، زي خط الادويه وخط الاجهزه الطبيه وخط الاطفال. بس هات خط الاطفال افتحه. هتفتحه يا ابني. شطور. في منتجات للشعر، منتجات نظافه، منتجات زيوت. هات ده جونسون بيبي اويل. وبما ان الشركه شغاله في كذا خط وكل خط بيصمم منتجات، فالطبعا الموجهه للمؤسس الاصلي هتسقط لعدم وجود ادله كافيه، مع اني لسه شاكك فيه. وبكده اصابع الاتهام كلها صبع هتروح الزيت. ليه الشيء اللطيف الكيوت والشفاف ده يوصل للمرحله دي؟ انا ببحث كالعاده عن ادله تدين المتهم، لقيت الاتي: كان في اسئله كتير بتيجي لدكاتره على برامج طبيه انهم لا مؤاخذه يعني بيستخدمون حاجات مش طبيه خالص، ونفس السؤال هتلاقيه على جوجل، تيك توك، انستجرام، عن الاستخدام الغريب اللي مبقاش غريب بعد كده. تاني سبب هو الفيديوهات اللي كانت على يوتيوب واللي كانوا بيعرفوك استخدامات عديده للزيت ده: فوق الرجل، تحت الرجل، للكوع، للمناطق السوداء، للمناطق اللي مش سوداء، للشفايف، للوش، للعظم، للدراع، للبتاع. لا ما قالوش البتاع، بس انتاجاتي هنا ان جه شاب وشاف الزيت ده بيدلك المناطق دي وما قالش لا. هيجي على وهيقول لا، اكيد لا، مش محتاجه حاجه. غير الانواع الكتير زي الاخضر والاصفر والازرق والبنفسجي والوردي، وبرده كان لهم نفس الفيديوهات وكل زيت له استخدام، لحد ما وقفوا عند الوردي وقالوا انه بيرطب الجسم. ابن ده قال انه اكيد بيرطب اي مكان في الجسم. حتى لو صاحب الزيت زهق والدكتور زهق، حتى اللي عملوا الفيديوهات زهقوا هم كمان، وقالوا ان ده جو قديم وبلدي اوعى تعمل كده تاني، وانه بيعمل انسداد وعدوى وتهيج وفطريات. ومش كده وبس، ده كمان بيعمل تلف، وبنسبه كبيره ممكن يكون عندك حساسيه منه، فمستعد تضحي بالحنكلولو. غير انك بعد ما تخلص فانت هتقعد تفرك وتنرش فيه عشان الزيت مش بيتشال بسهوله، وطول ما انت ماشي في الشارع هيفضل متزين. واحنا بس عليك وعلى فخادك وعلى بتاعك، والحمد لله يعني الفيديوهات دي جت بنتيجه، وبدا يحصل تراجع في الاستخدام الغريب للزيت ده. محدش بقى بيفضل يعمل بيلي في دماغه ودماغك، كل واحد خاف على مسعد بتاعه، ورجع زيت جونسون للمكان الصح. وتوته خلصت الحد. لا طبعا مفيش حاجه خلصت، لان هديك بلوت تويست دلوقتي هيخرم لك ودنك وهيفشخ لك عينك. المهم انت لما بتعوز تروج لمنتج معين فانت بتحتاج اعلانات، او تروح لحد مشهور يعمل لك اعلان للمنتج بتاعك، او تعلن ليه بطريقتك انت. طبعا كل دي طرق معروفه، وفي برضه طرق بره الصندوق. تخيل ان طريقه الاعلانات الوحيده اللي تجيلك بره الصندوق تكون طريقه، وده مش تعبير مجازي، حرفيا حصل حاجه مش ولا بد. لا مش ولا بد خالص. فتعالوا كده نرتب السيناريو اللي انا رتبته بناء على الاحداث اللي فاتت. لو طلعنا من مصر ورحنا لاغرب دوله هتشوفها في حياتك واللي انا وانت نفسنا نهاجر ليها، هتلاقي ان شويه زبده على يمينك وزبده على شمالك، بس ما تخافش، دول تقلق منهم بنسبه 20-30% بالكتير، لحد ما تخبط في اكتر واحد مزحلق ومزيت فيهم كلهم. ده تجري منه، فك سبرنت، شيل التحكم من دماغك وحطه في رجلك وطير. بس ليه؟ بي ديدي او شون جون كومز او باف ديدي ده مغني راب مليونير، والمفروض ان عنده حاليا 55 سنه، ولو رجعت بالزمن اكتر شويه هتلاقيه شغال في كنيسه مع قسيس وداخل الجامعه وماشي كله نضيف. بس لا، ده كان اكبر منافق هتشوفه في حياتك. ماشي كله كان مظبوط من بره، بس عشان ابوه ما يعملش معاه واحد من ناحيه، ومن ناحيه تانية التمويل اللي بيجي له من ابوه هيقف وهيفلس وهيبقى هومليس، لحد ما بدا يتمرد وساب الجامعه في ثاني سنه له، وراح اشتغل في شركه موسيقيه، حاجه عامله زي استوديو الاغاني في مصر. تصرفاته هناك برده ما كانتش مظبوطه لحد ما طردوه، واول ما انطرد من هنا عمل شركه من هنا، وشركته بدا يطلع لها منافس قدام، وحصل حوارات كتير جدا وملخصها كالاتي: عمل تعاقد مع شخص اسمه بيجي عشان يبقى هو الفنان بتاعه والرابر الرئيسي في الشركه بتاعته. من ناحيه تانية اشهر رابر في امريكا في الوقت ده توبا كان متعاقد مع الشركه المنافسه، وحصلت مشاكل بين بيجي وتوباك زي بتوع الراب عندنا كده، وده يدس ده وده يدس ده، لحد ما بيجي اتقتل وتوباك. ومين كان العامل الرئيسي في الجريمتين دول بالظبط؟ الله ينور عليك، الديدي.
اجر ناس يقتلوا توباك عشان كان المنافس للشركه بتاعته، وبعدها قتل بيجي الفنان بتاعه عشان كان عايز ينقل من شركته لشركه ثانيه. هتقولي طب الكلام ده ايه علاقته بزيت جونسون؟ فين الزيت؟ اولا كده انا حكيت لك الحكايه عشان تعرف بدايه الشخص ده وتعرف قد ايه هو مختل. الديدي كان بيدهن ارضيه القصر بتاعه كلها زيت عشان يعرف يتزحلق براحته، غير كميه الحفلات اللي كان بيعملها واللي بتبقى مليانه زيت عشان برضه يعرف يتزحلق براحته. وهو يعتبر اكبر زبون واكتر واحد مخلص للزيت ده. وطلعت عليه سمعه بنت لذينه بتقول ان الديدي وما رحمش لا كبير ولا صغير، دخل في الطويل والقصير، فتح جاستن بيبر، وجاستن بيبر جالي بنفسه وقال لي انهم عملوا وضعيه التمثال. نفس الوضعيه اللي عملها مع بيلي ايليش، التمثال. وكل ده بمساعدة زيت جونسون بيبي اويل. كان نفسه يعمل نفس الوضعية دي مع 50 سنت بس ما ظبطتش معاه للأسف. وفوق كل ده الديدي كان بيحب الأطفال، يا اخي كيوت، لا كان برضه عايز يعمل معاهم وضعية التمثال. لحد ما اخيرا والحمد لله كل الفضايح والجرايم طلعت العوام واتعرفت واتشارت، وكان السبب في انه يدخل السجن. وطبعا حاجات كتير اتصدرت من القصر بتاعه. اغرب حاجه لقاها هي 1000 علبه زيت اطفال. 1000 علبه، لو كل يوم هيزحلق ب5 ويرطب ب5 وينعم ب5 يعني 15 علبه في اليوم. 15 في 30 هيساوي 450، يعني في الشهر 900 علبه، هيتبقى معاك 100 علبه زياده تعدي بيهم التارجت. عشان كده الزيت فجاه سعره غلي وبقى غير منطقي، ولسه هيغلى اكتر واكتر مع تقدم الاحداث اللي انا لسه هدخل لك فيها دلوقتي. نرجع لتراب بلدنا تاني عشان الغربه وحشه الصراحه. بس للاسف هنلاقي برضه ديدي المصري بيتقبض عليه في 2021. وطبعا عشان احنا شعب بيحب البساطه فهو لا حققه معاه ولا هو مليونير. كل اللي في الموضوع ان كاميرا عماره لقطته 4K وهو بيتزحلق مع طفله في المعادي. بس مين الشخص ده؟ محمد جوده، واحد شغال في شركه لمواد البناء وخريج تجاره وكمان متجوز وعنده بنتين، وكان شغال في السعوديه ولما نزل مصر عمل عملته واتقبض عليه. وزي ما انت شايف انا شايف شغلي وعمال اجيب لك في تفاصيل عشان ما تتوهش مني، وانت لحد دلوقتي ما حطيتش 200 لايك وما اشتركتش. المهم ان محمد جوده ده طلع ترند بطريقه غريبه جدا. في ناس كتير ربطوه بديدي عشان نفس الدماغ الوسخه اللي بتحب تتزحلق مع عيال صغيره، بعدها على طول يربطوه تاني باغنيه اظن ان انا وانت عارفينها. قدرة السجان على الجدعان قفش. وما تعديش فتره لو نلاقي برضه واحد تاني عمل نفس الاتنين اللي قبله عملوه وطلع نفس الترند ويمكن اوسخ عشان ده قضيته بقت راي عام. عم زكري، انت ايه اللي جابك هنا يا عم زكري؟ وهو برضه دخل السجن عشان بكده يجتمع الثلاثي المزيف. بس عارف ايه المشكله؟ المشكله ان لا ده ولا اللي قبله ولا حتى اللي قبله عملوا تاثير قد كده في موضوع الزيت. لان من شهر بالظبط انا وانت قاعدين في عز الحر نلاقي فيرو منتدى بتتعمل من واحده اسمها هدير عبد الرازق، ودي الحمد لله مش هبحث كتير ومش مضطر اجيب معلومات من هنا ومعلومات من هنا عشان ما شاء الله يعني مصر كلها عارفاها. هدير قررت انها تبدا مشروع صغير كده على جنب تاكل منه عيش، وهي انها تعرض لمنتجات بطريقه كرييتيف حرفيا ما حصلتش قبل كده. ونزلت فيديو هو كمان ما حصلش قبل كده، لا حصل مره قبل كده مش موضوعنا ده. والفيديو اللي نزلته طبعا من غير ما اقول لان انت متوقعها يا الشقي كان برعايه زيت جونسون والزفلطه والزحلقه ووضعيه الارنب ووضعيه التمساح. بس اعلنت له بطريقه خلته حرفيا يضرب، لدرجه انها اتعمل عليها 50 فيديو على اليوتيوب و2000 فيديو على التيك توك و2000 زيهم ميمز على الانستجرام. ومنها لله السعر بقى من غالي لاغلى، والزيت بقى موجه لتجار الحشيش والقطع والسلاح. ويا ويلك لو رحت طلبت من صيدليه بتحس ان شهر بالكتير ومش هينفع تجيبه غير برشته. لان زمان لما حد كان بيعوز يتجوز جديد كان بيشتغل بفازلين، انما دلوقتي خلاص استبدلوه بجونسون. وبهذا قد نكون جمعنا الادله الكافيه لنعرف من هو البريء ومن هو المتهم. فالمشتبهين بهم كالاتي: المؤسس الرئيسي ام الفيديوهات التي انتشرت على الزيت في البدايه، ام هو المجتمع الذي لا يقدر قيمه الزيت وان استخدامه ليس للزحلقه، ام هم عصبه المزيتين والمدهنانين واصحاب وضعيات التمساح. والمشتبه الاخير طبعا والعياذ بالله والعياذ بالله هدير عبد الرازق واخوها في الله محمد اوتاكا. بس مش انا اللي هقول مين اللي هيتثبت عليه الجريمه، لان انت المفروض شايف الفيديو لحد هنا ومركز معايا، فهتشغل اللمبه شويه وتطلع منك شخصيه المحقق وتقول لي مين اللي بتتهمه في التعليقات وايه. بص انا بقول كده عشان تعلق وخلاص، فعلق بقى. لو ركزنا بقى في نقابه المتزحلقين هنلاقي ان واحد اتحبس وواحد خد جزاؤه بس، وده
ازاي البيج بوس رئيس نقابه المتزحلقين ومؤسس وضعيه التمساح لازم نخلص منهم ولاد ازاي خرج؟ ايه هو نوع المحامي اللي كان ماسك القضيه بتاعته؟ وعشان تبقى مصدوم زيي كان متوجه له تهم كتير جدا، مش كده وبس، مثبتين عليه. عد معايا كده: الاتجار بالبشر، خطف وعنف وتوزيع مخدرات، واقامه حفله عزم فيها كله عشان يعرف يتزحلق، وكل ده متصور وهو اللي مصوره، وكل تهمه من دول تديك مؤبد مستريح. ادين زيت 10. جونسون جونسون يا هيما. جونسون 10. لحد ما البيج بوس جاب محامين يسجنوا الضابط اللي قبض عليه، سول جودمان، هارفي سبيكتر، فينيكس رايت، تشكيله منتخب مصر في 2010. اشهر واحد فيهم براين ستيل. الشخص ده طلع مجرمين، اقل واحد فيهم كان قتل واحد قبل كده، فخلاص الديدي بالنسبه له لعبه، غير انه عنده علاقات في امريكا من كل حته. يا اسطى ده صاحب ترامب، يعني خلاص تقدر تقول انه محمي من الحكومه. المهم كل اللي اقدر اقوله لك دلوقتي انك تحذر، اعمل حساب لكل حاجه، شك في كله، شك في صاحبك، شك في خالك، عمك، في الصيدليات اللي عندها جونسون بكميات مأهوله. واهم حاجه لازم تحمي ظهرك، انت ما تعرفش الضربه هتجيلك منين، وهتبقى مصيبه لو جاتلك وهي متزيته. بس لو انت لسه خايف ومش متاكد من نفسك ولا من اللي حواليك، اقدر ارشح لك ده او ده، بس صدقني لو وقعت قدام الديدي فمش هينفعوك. وبس كده اكون غطيت لك كل حاجه من الالف للياء، والدور عليك تقدر تحط لايك وتشير الفيديو لو تحب. ولو كملت الفيديو ده للاخر فده معناه ان انا فاجر، عشان المفروض الفيديو ده هيبقى طويل من حجم السكريبت، واللي غالبا هيختطف البي سي بتاعي. سلام. شخصيات لازم ولا بد انك تكون عارف 3 منهم على الاقل. شايف الفولدر ده؟ شطور، اضغط عليه كده. هم دول: محمد جودة، صبري، اقدم واحد فيهم كلهم البي. جونسون جونسون يا هيما. جونسون 10.